بس برضه مع كل اللي قلته لك ده في ناس بتستخدم الاي اي بشكل سيء، ناس بتعمل صور او فيديوهات لاشخاص حقيقيين في اماكن هم ما راحوهاش باوضاع او بينشروا اخبار مزيفه. فبيتوجد سؤال تاني، ازاي نعرف الحقيقه من الاي اي؟ لكن في ادوات تساعدك على كده. اسال فين المصادر، لو لقيت فيديو منتشر جدا صادم ابدا اسال ودور المصدر بتاعه فين، هل موجود في قنوات او صحف اخباريه موثوقه ولا مجرد صفحات بتنقله لبعض. كمان ركز في التفاصيل الغريبه في الفيديو. الاي اي بتظهر حركه شفايف مش مظبوطه، حركه الصوابع او حركه الجسم نفسه، الاضاءات او الانعكاسات ما بتبقاش طبيعيه، كمان الصوت بتاع الشخص اللي بيتكلم بيبقى كانه طبيعي بس في حاجه غلط. بعض المنصات والشركات دلوقتي بداوا يطوروا ادوات لفحص المحتوى اللي معمول بالاي اي. لكن في حاجه مهمه لازم تعرفها، كل ما ادوات الاكتشاف دي بتتحسن كل ما التزييف بيتحسن، هما الاتنين مع بعض. زي ما بتعمل برنامج امان قوي بيظهر جنبيه هاكر شاطر، الموضوع اقرب لسباق مستمر. طب حد بيسال هل ممكن ابعت الصوره للشات جي بي تي واقول له دي حقيقيه ولا اي اي؟ هو ممكن يساعدك بس مش هيديك حكم نهائي. يعني ممكن تبعت له صوره وتقول له هل الاضاءه منطقيه، هل حركه الايد والشفايف منطقيه مش مشوهه. لكن في حاجه برضو مهمه تعرفها، كل ما الصوره اللي اتعملت بالاي اي كانت معموله بدقه كويسه كل ما اكتشافها كان اصعب. علشان كده افضل سؤال مش انك تبعته وتقول له ده حقيقي ولا لا، افضل سؤال هو المصدر نفسه، الشخص اللي نشره بيتكلم هل ده شخص موثوق ولا لا.